وليد صادي يدافع عن قضية اتحاد الجزائر في كونغرس الفيفا أمام أنظار لقجع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعي الأعزاء. قبل ما نبدأ ما تنسوش تصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ الفيديو. يرافع رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي عن قضية اتحاد الجزائر في كونغرس الفيفا أمام أنظار رئيس الجامعة الملكية المغربية فوزي لقجع. وتنقل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي رفقة الأمين العام للفيف نزير بوزناد إلى العاصمة التايلاندية بانكوك، ويسعى رئيس الفيف استغلال هذا الموعد العالمي لفتح ممارسات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم المجحفة بحق الكرة الجزائرية، على غرار ما حدث في الفترة الأخيرة في قضية مواجهة نادي اتحاد الجزائر ونهضة بركان المغربي لحساب الدور النصف النهائي لمسابقة كأس الكونفدرالية. وسيعتمد وليد صادي خلال الموعد العالمي الذي سيعرف مشاركة 209 دولة التنديد باستعمال الشعارات السياسية في المباريات الدولية والقارية. وسيبذل صادي قصارى جهده من أجل فتح تلاعبات نادي نهضة بركان المغربي خلال مباراتي ذهابا وإيابا أمام فريق اتحاد العاصمة الجزائري بقميص يحمل خريطة وهمية. وأودعت إدارة اتحاد الجزائر شكوى رسمية لدى هيئة التاس بمقرها الكائن بمدينة لوزان السويسرية، وتضمنت الشكوى ضد مسببات القرار الصادر عن لجنة استئناف الكاف القاضي بخسارة الفريق الجزائر لمباراة الذهاب في النصف النهائي كأس الكونفدرالية أمام نهضة بركان المغربي على البساط. وذكر مصدر ذاته أن إدارة سوستارا كلفت المحامي الفرنسي أرنو كونستون للدفاع عنها، وهو أحد محامي الفيف في الشكوى المودعة قبل أيام على مستوى التاس. وجاء أيضا في شكوى اتحاد العاصمة الطعن في قرار لجنة استئناف الكاف القاضي بقبول اعتماد لجنة المسابقات للقمصان المزيفة لنادي نهضة بركان. شاركوني رأيكم في الكومنتات، والسلام عليكم.